يا مساء الخير والمنخفض والبرد والقعدة والكنكنة بالبيت والأكلات الشتوية كمان. رجعت لكم من جديد بفيديو جديد. حبايب القلب، كيفكن؟ شو الأخبار؟ اشتقت لكم كتير. اليوم رح أبدأ معكم الفيديو بوصفة شتوية بامتياز. هلأ جبت كيلو ونص تقريبا من الفخاد، كف وردي. هلا طريقة التغسيل كتير سهلة وبسيطة. مثل ما شايفين انا نقعتهم بمي وملح وخل وكم قطعة ليمون. هلا حتى اتخلص من المادة اللزجة او يلي هي الزفرة بفركن بملح تنشال معي بكل سهولة. واخر شي بفركن بليمون، عن جد بتشموا ريحة الدجاج بتطلع بتطير العقل وما فيها اي زنخة. هاي الطريقة كتير سهلة وانا دائما بعتمدها لغسيل الدجاج. هلا اكيد لحتى اختصر من الوقت وما يبقوا كتير على النار فرح اسلقهم بطنجرة الضغط. بعد ما بشيل الزفرة بحط المطيبات يعني حسب الرغبة. انا عندي بصل، قرفة، قرنفل، ورق غار، ممكن تضيفوا لومي، نجمة اليانسون، يعني اي شي تحبوا تضيفوه مطيبات الدجاج شي بيرجع لإلكن. هلا بعد ما قفلت الطنجرة وتأكدت انه البخار عم يطلع، هديت النار على الاخر وبتركهم ساعة ونص لحتى يستووا وهيك يتمنهوا. هلا لطبخ الرز انا رح اعمل رز وبرغل، يعني هي اكلة يخنة، اكلة شتوية بامتياز. هيك جو بده هيك اكلات سهلة وسريعة وبتتحضر يعني بوقت قصير وحتى بتدفي. فرح اعمل رز ورح اعمل برغل. البرغل رح اعمله ابيض بدون الشعيرية، انا بحبه هيك وعيلتي بفضلوا اكل الرز اكتر، فرح اعمل من الجهتين اضافة لمرقة البطاطا. هلا مثل ما شفتوا انا بنفس الوقت بحضر كل الاكلات سوا، يعني عم احمص الشعيرية وحطيت البرغل كمان حمسته. بنفس الوقت عم احمص البصل لحتى اعمل اليخنة. بعد ما دبلت البصلة حطيت البطاطا والشعيرية. بعد ما صار لونها ذهبي بضيف شوية من مرق الدجاج وبغطيهم لحتى هيك ما يطلع البخار ويعبي المطبخ، هيك بنحبسه ضمن الغطا. هلا هون ناقعة انا 3 كاسات من الرز القصير وكاسة من الرز الطويل، رز الكبسي ما ببينوا ابدا وببين انه كل الرز مطبوخ رز كبسي. نقعته لمدة ساعة وغسلتهم منيح لنتخلص من المادة النشوية. هلا اضيف الملح وبحركهم ولحتى اعرف انه عيار المرقة منيح بحط المعلقة مثل ما شايفين بوسط الطنجرة. اذا المعلقة ما مالت معناتها عيار المي ممتاز. انا دائما بعير عيار المي او المرق للرز والبرغل بهي الطريقة. طبعا لانه كل نوع رز بيختلف عن الثاني، فكل نوع بياخد كمية من المي شكل. هلا خليهم يغلوا 10 دقايق، بعدين بهدي النار على الاخر. هون بعد ما البطاطا تقلت هي والبصل ضفت مرقة الدجاج وبضيف الملح وبتركهم لحتى يغلوا. كمان بنفس الطريقة بالنسبة للبرغل، حمسته مع السمنة لحتى هيك تقلش شوي، بعدين بضيف مرق الدجاج والملح وبخليه يغلي هيك لحتى تقريبا يتهدى البرغل. بخفض درجة الحرارة حتى البرغل يضل مفرفد. اما الرز بخليه يغلي بس اول 10 دقايق على نار عالية، بعدين بهدي النار على الاخر. شوفوا ما احلاه مفرفد، حبة وحدي ما معجن ولا مخبص، ما بيلزق بالمعلقة. وهلا بس هيك عملت لهم تحريكي، بهدي النار لحتى يتهدى الرز. برغل كمان بعد ما حركته هديت النار على الاخر لحتى يتنشف. هاي مرقة البطاطا صارت جاهزة، وهذا الغدا يعني شوفوا قديش سهل وبسيط وبتحضروا كل الاكلات بوقت واحد، ما بياخد وقت، يعني ساعة ساعة ونص بالكتير بيكون الاكل كله جاهز. شايفين وصفة شتوية لذيذة طيبة وكل العيلة بيحبوها وحتى الاطفال. في محل ادوات منزليه قريبه علي، فكل فتره هيك بجيب منه الاغراض الناقصتني، فمن ضمنهم قلت رح شاركهم معكم. جبت هاي السكاكين هيك نقشتهم نفس الطناجر اللي عندي، شكلهم ظريف وقوايا ما بيطقهم. شفت هذا عنده جاط البيركس هيك مدور، ما عندي شكل مدور هيك ظريف لعمل فتة لتقديم هيك أكلة حلو فيه، كمان حبيت شكله. كمان كان لازمني طقم كاسات للمي للعصير لهيك، ممكن كوكتيل هيك ازازه صافي وشكله ظريف.
كمان جبت هدولي الزبادي بيصلحوا لرز بحليب، اكلت حلو. لهيك مكسرات كمان هيك حبيت شكلهم فجبتهم. هدول هن المشتريات حبيت شاركهم معكم. هلا المساء التاني يوم بدي اعمل اكلة فلافل، فعندي طبخة حمص حب بدهم نقع قبل بيوم، فنقعتهم من المساء للصبح بمي لحتى يتضاعف حجم حبة الحمص. باليوم التاني مثل ما شفتوا انا فقت هيك على جية الكهرباء، فلقيتهم انه منقوعات ومتضاعف حجم حبة الحمص، فهيك رح اغسلهم دورين من ميتهم، هيك اذا جاي عليهم غبرة او هيك يعني شي عالق فيهم بغسلهم وبفرمهم على الماكينة. بدهم فرم دورين على الشفرة الناعمة، يعني انعم شي حتى يكون القوام ناعم وما يكون فيه هيك حبيبات خشنة، وتطلع بقرص الفلافل بيطلع شكلها مو حلو. هلا الكمية كبيرة، فانا رح شيل نص الكمية تقريبا، رح احطهم بالفريزر. بس قبل ما احطهم يعني بدي افرمهم دورين. بما اني قسمتهم فقسم رح احط معه حبة بصل، هدول رح اقليهم بنفس الوقت، والقسم الثاني دول اللي رح احطهم بالفريزر بدون بصل. بعدين لما بدي احضرهم لطبخة فلافل تاني ببرش بصلي برش وبضيفها معهم. بالنسبة للبهارات بنضيف كزبرة، فلفل، فليفلي، ملح وبيكربونات الصوديوم اكيد، وشوية مي، وبنحرك. اذا شفنا القوام هيك ناشف بنضيف شوية مي. حميت الزيت وصار جاهز. بالقالب الفلافل بشوية مي حتى قرص الفلافل ينزل بالزيت بسهولة وما يلزق بالقالب. النار ما بدها تكون عالية على الفلافل ولا بدها تكون هادي، يعني بدها تكون وسط بين العالي والهادي. بهاي الطريقة قرص الفلافل بياخد حقه بالاستواء، يعني ما بيطلع قلبه معجن ومن برا محروق ولا بيغب زيت. هيك الطريقة كتير سهلة، يعني منضل محافظين على حرارة الزيت. بس اخدوا وجه من اول جهة نقلبهم على الجهة الثانية. شوفوا بس صاروا هيك لونهم اشقر وبيبينوا انهم استوى، يعني قرص الفلافل بصير بفوش وبتصير كمية الزيت حواليه قليلة. شوفوا لونهم ما احلى، مستويات ولون بجنن وقرمشتهم غير شكل. انا ما كنت عم قاوم، كنت عم اكل وانا عم اقلي. هلا شاركت معكم طريقة تزيين صحن الخضرة على الفطور بفيديو شورت. اذا ما حضرتوه روحوا احضروه بفيديو الشورت على قناتي. طريقة كتير سهلة وبيطلع شكل الصحن كتير مرتب. عملت صوص الطراطور والمخلل اكيد والبهارات، يعني هيك فطور سريع. وراح لف سندويش، ما بدي اعمل عجقة فطور كاملة. دائما لما بعمل الزيتون اثناء الموني فما بحلي كل الكمية، بحلي كمية بسيطة هوات مثلا ما رح ناكل، وكل ما خلصت وجبة برجع بعمل وجبة تاني. فهون كنت كابس الزيتون حتى بدون ما دقه بس بمي وملح وقلهم فترة. فكمية الزيتون عندي رح تخلص، فقلت رح حلي مرتبان جديد. كابسهم بالقنينة، وقنيني بالقنينة عن جد الطريقة بتجنن، وبضلوا محافظين على لونهم وعلى قوامهم، ما بيهلهطوا ولا بياخدوا وجه عفوني. فكان هيك شوي لسه بدهم تحلاي، فنقعتهم من المساء للصبح بمي، وكل هيك ما فقت بالليل او خلال السهرة كل ساعتين غير عليهم المي. هلا تقريبا هون الوقت العصر، ف يعني القوام صار مناسب. نحن ما بنحب الزيتون كتير حلو، بنحب فيه شوية مرورة. رح دقهم. هلا بعد ما خلصت دقهم بتبلهم مباشرة. بالنسبة للتبلة اكيد بنقطع ليمون، جزر، حبة فليفلي، الزعتر اكيد بيعطي نكهة كتير طيبة مع الزيتون. دبس الفليفلي كمان بيعطي نكهة كتير طيبة. بحط رشة فليفلي، رشة كركم هيك حتى يعطوا لون حلو للزيتون. والملح رشة بسيطة ما بكتر، لانه رح نعمل محلول مي وملح حتى ما يطلع الزيتون مالح. بحط شوية زعفران بما انه عندي زعفران،
وكركم. اخر شي بحط شوية زيت زيتون، بالزيت الزيتون قد ما الجو بارد مجمد. بحركهم مع بعضهم كتير منيح لحتى هيك يتنكهوا. بعدين بعبيهم بالمرتبان. رح احضر محلول المي والملح، وهذا المحلول انا دائما بعتمده لعمل الموني يلي بدها مي وملح. بحط مي وبضيف الملح، بحرك الملح حتى يدوب وبنزل البيضة. يعني هو عيار فوشة البيضة، يعني هذا اضمن عيار لحفظ الموني لأطول فترة ممكن. اذا فاشت البيضة معناتها عيار المي والملح ممتاز. اذا ما فاشت البيضة بتضيفوا شوية ملح وبترجعوا بتحركوا لحتى تفوش البيضة. هلا هيك العيار ممتاز. بعبي الزيتون بالمرطبان، طبعا المرطبان يكون نظيف ومعقم وجاهز للاستخدام. بحط معهم هيك شرحة ليمون او شرحتين بيعطوا هيك لون حلو، وكمان هيك بيضيفوا نكهة حموضة للزيتون. واخر شي بنضيف محلول المي والملح. هلا بخليهم يومين 3 بس حتى يتنكهوا ببعض، وبصير المرطبان جاهز للاكل. شفتوا الطريقة كتير سهلة، وبيضل الزيتون محافظ على قوامه، ما بيتغير نكهته وكأنه تازة. واخر وصفة رح شاركها معكم هي اكلة حلو من اسهل واطيب الوصفات. الطريقة كتير سهلة وبسيطة. عندي 350 جرام من بسكويت السادة، بسكويت الشاي، يعني اي نوع فيكم تستخدموه. حطيت معلقتين سكر و4 معالق من الكاكاو الغامق. بحركهم مع بعضهم بهي الطريقة. هلا اضيف ربع كاسة من الزبدة، هيك تكون نكهتها طيبة، لانه اي اضافة بتضيفوها رح تأثر بنكهة الحلو. لازم الزبدة تغلف كل حبة بسكويت بهذا الشكل، ما يكون في اي تكتلات. هلا بضيف الحليب. عندي كاسة من الحليب تقريبا، رح اضيف 3/4 الكاسة وبعجن. شوف اذا القوام لسه هيك مانو متماسك، العجينة مانا طرية عم يفرفط، بضيف شوية حليب. بعجن بهذا الشكل حتى تشكل عندي عجينة طرية ملمومة على بعضها بهذا الشكل طرية، واذا اجينا نشكلها بتتشكل معنا بسهولة. هلا فيكن تحطوهم بكيس من نايلون، تلفوهم برول وبعدين تقطعوهم قطع، وفيكن تكوروهم بهذا الشكل. فيكن تعملوهم بشكل هيك بيضوي، يعني انتو شو الطريقة اللي بتحبوا تشكلوها فيهم، هذا الشي بيرجع لكم. انا شكلتهم كرات بهذا الشكل. هلا رح احطهم بالفريزر بس هيك 10 دقايق ربع ساعة لحتى يتماسكوا. وبعدين بحضر صوص الشوكولا. عندي شوكولان عم دوبها ببخار مي مع شوية زيت، وبغلف قطعة الحلا يعني نصها تقريبا بالشوكولا بهذا الشكل. هيك بيطلع شكل الكرات لطيف وحلو للتقديم. قبل ما تجمد الشوكولا اذا حابين تزينوهم بتزينوهم لحتى يعلى عليهم وما يضلوا عم يهرهروا. انا زينتهم فستق الحلبي، فيكن زينوهم بمبروش جوز الهند، فيكن ببسكويت ساده مطحون، يعني هذا الشي بيرجع لكم. نتركهم شوي هيك، يعني انه بما انه الجو بارد يعني الشوكولا مباشره بتجمد. شوفوا الطريقه قديش سهله وقديش الشكل مرتب. فيكن تحضروه لعيد ميلاد، لقعده هيك نسوان، لحتى لعائلتكم، وفيكن تاخدوه معكم اذا رايحين هيك زياره عند حدا. يعني أكلة سهلة وسريعة ومرتبة وبتبيض الوجه. حبايب القلب هيك بكون وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم وحبيتوني وحبيتوا المحتوى بتمنى إنكم تدعموني، وإنتوا قد وقدود بعرف حتى توصل قناتي لأكبر عدد من المشتركين. تحطولي لايك إذا لسه ما حطيتولي، وتعلقولي تعليق حلو من إيديكم الحلوين. إن شاء الله بشوفكم بخير بوصفة جديدة. السلام عليكم.